مشاهدينا الكرام، السلام عليكم مرة أخرى في العاصمة والناس. خطوات على الطريق وصعوبات هي الأعظم في تاريخ هذه الأمة العريقة قدم التاريخ، ومشكلات هي وليدة عصور متتابعة، وشعب يريد وقيادة تعشق الوطن، ومشروعات للبنية الأساسية تشهد من أقصى المعروسة إلى أقصاها، يشهد لها القاصي والداني، مع مشكلات لارتفاع أسعار تعاني منها الشريحة الكبرى من هذا الشعب العظيم عاشق أرض المحروسة، وعلاقات خارجية عادت تضع مصر ريادة وقيادة في منطقة هي الأكثر اشتعالا في هذا العالم الكبير، ومتربصون وكائدون ومتآمرون كل أهدافهم إيقاف مسيرة وطن داخليا وخارجيا، وإرهاب أسود هدفه النيل من استقرار بلادنا، وهي دعوة إخواننا في بلدان أصابها الخراب والدمار والفزع واللجوء وصاروا بلا وطن. جيشكم العظيم فحافظوا عليه وحافظوا به علينا. حمى الله جيش مصر العظيم وشعب مصر العظيم. مشاهدينا الكرام، الحديث عن الاقتصاد المصري والحديث له شجون أيضا معنا ومعكم على الهواء مباشرة الأستاذة الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية والنائب البرلماني، والأستاذ الكاتب الصحفي المؤرخ محمد الشافعي. أستاذة بسنت نورتينا. أهلا بك يا فندم. أستاذ محمد نورتينا. أهلا الصراحة. الحديث عن الاقتصاد المصري حديث في هذا الوقت محتاجين تفصيل أكثر. في عموم التوصيف العام لما تمر به مصر من أزمة اقتصادية، دكتورة بسنت، نوصف الحالة إزاي؟ أولا كل سنة وأنتم طيبين. العام الهجري الجديد إن شاء الله يبقى عام كله خير بإذن الله. كمان عايزة أعزي أسر الضحايا، مش عايزة أنسى أن أنا أعزيهم الحقيقة المكلومين. لكن أنا عايزة أتكلم بشكل أوسع عن الاقتصاد. الاقتصاد في مصر جزء من اقتصاد العالم كله. العالم كله بيواجه مشكلة اقتصادية ضخمة، أمريكا وأوروبا والمنطقة العربية طبعا حضرتك شايفها حدث ولا حرج. صحيح. أنا عايزة أقول للناس النهاردة المملكة العربية السعودية وهي أغنى دولة عربية خفضت أجور العاملين بالحكومة وخفضت أجور العاملين بالبرلمان وفرضت حالة من التقشف في البلاد. لأن أنا كنت بتكلم على هذا الكلام كان في ناس واخداه تريقة. فرضت رسوم على التأشيرة كمان لأول مرة في تاريخها. لا أنا بتكلم بقى التأشيرة على كمان جوه. أنا النهاردة حكومتي هخفض أجورها بالمستشارين بقى بالهيئات بكل القصة اللي زي عندنا دي، هخفض أجور الناس اللي في البرلمان وهعمل حالة تقشف عامة. لازم نسمع هذا الكلام كويس عشان نعرف ان دي اغنى دولة عربية. صحيح. بالرغم من كده لانها جزء من اقتصاد العالم هي كمان تعبانة. فاحنا عندنا مشاكل اقتصادية بس احنا وضعنا احسن بقى من كل البلاد اللي انا ذكرتها دي بما فيها السعودية. ليه؟ احنا دولة اقتصادها متنوع على اعلى درجة، انت تقدر تشتغل في كل ومصر حاجة. لديها موارد اقتصادية رهيبة ضخمة. يعني عاوز تشتغل في الزراعة تشتغل في الزراعة تشتغل، عاوز تصطاد أسماك وتصنع عليها تقدر، عاوز تشتغل في السياحة تشتغل، عاوز تشتغل في النقل في المواصلات زي ما انت عايز. ليه؟ بلد غنية قوي. امال هي بقى لها 7000 سنة ليه؟ عندها ثروات. بس احنا بنمر بظروف صعب يعني احنا بنحاول نرفع من مستوى معيشتنا وده حقنا، بنحاول نرفع من أجور الناس وده حقهم. لكن في مشكلة كبيرة احنا كلنا مش واخدين بالنا منها، ان مع كل اصلاح اقتصادي بيحصل ارتفاع في الاسعار وبيحصل تضخم وبيحصل مشاكل، يا اما بنستحملها كلنا مع بعض وببدأ بالحكومة ومجلس النواب وتقشف عام. يعني نبدأ من اعلى وانت اصلا انت ما تقوليش تقشفي والحكومة ما تتقشفش. ده صحيح. لا اقبل، مش هرد عليك. خد بالك. طيب ومن ناحية تانية الفلوس زادت في البلد كتير قوي في الفترة اللي فاتت، في ال5 سنين اللي فاتت. لو بصينا على الموازنة هنلاقي الأجور زادت من سنة لسنة، هنلاقي المعاشات زادت كأرقام وكفلوس بيقبضوها، بس على التوازي الإنتاج ما زادش، وهي دي المشكلة. فالناس تيجي تقول لي طيب الدولار ارتفع وفهمنا، قلت لهم مش بس الدولار. يعني يقولوا لي مثلا الست اللي بتبيع في الشارع خضار ترفع سعر الخضار ليه؟ أقول لهم طبيعي، لأن كان بينزل الصبح 5 بيشتروا منها، النهاردة بينزل لها 50.
فالعرض زي ما هو والطلب زاد. طب دكتوره، انا هتكلم عن مشكله الدولار بعد لا انا مش هتكلم عن الدولار دلوقتي، انا هتكلم الاول بس ارتفاع الاسعار عشان الناس تاخد بالها ان في جزء مهم قوي من ارتفاع الاسعار بتاعنا احنا ملوش دعوه بالدولار، وهو ان ايرادنا الشهري زاد بالارقام لكن الناتج القومي الاجمالي ما زادش كما يجب. تضخم، هو ده اللي عمل التضخم. التضخم وارتفاع الاسعار. يا استاذ محمد الشافعي الكاتب الصحفي والمؤرخ، واتحدث عن دور الاعلام في دعم الاقتصاد الوطني. والله شوف، يعني انا اعتقد انه الغالبيه العظمى من الاعلام المصري، سواء الاعلام الدوله او اعلام وانا بالحقيقه باصر استاذ صلاح، لان احنا بنخلط دائما كثيرا من العاملين في الاذاعه والتلفزيون او في الصحف القوميه بيخلطوا ما بين الدوله والحكومه. يعني البعض يتصور انه ولاؤه للحكومه مش للدوله. احنا اعلام الدوله مش اعلام الحكومه. اعلام الشعب. لا، اعلام الدوله. الدوله ثابته وغير متغيره، ولكن الحكومه متغيره. صحيح. فالبعض للاسف الشديد، وده يعني اعتقد عن سوء فهم يعني، واحيانا عن سوء قصد، بيبقى اعلام الحكومه، وده بيبقى بيعمل لنا مشاكل. لكن خلينا نتكلم عن الغالبيه العظمى من اللي فاهمين ان احنا اعلام الدوله في الاذاعه والتلفزيون وفي الصحف القوميه وايضا في القنوات الخاصه. دائما ما نطرح مبادرات. انا لست خبيرا اقتصاديا زي الدكتوره بسنت مثلا. في وجود الدكتوره بسنت انا لازم اسمع يعني، لكن انا بجتهد. يعني انا مثلا كلمت عشرات المرات في لقاءات سابقه ان احنا لازم نتكلم عن ضرائب تصاعديه، انه زي ما بحمل المواطن الغلبان لازم الكبار، والضريبه التصاعديه موجوده في السلم الاشتراكيه وموجوده في امريكا الراسماليه، ان لازم الزم كل الهيئات والمؤسسات بالحد الاقصى للاجور. رئيس الجمهوريه شخصيا بياخد نص حد الاقصى. انت عندك مجموعه من الهيئات والمؤسسات في هذه الدوله منفلته وبترفع قضايا عشان تكسر مساله الحد الاقصى. علي ان اضبط الفوضى بتاعت المكافآت والحوافز للقطاع الحكومي. يعني لما اثيرت ازمه محافظ القاهره الجديد، انا لم اتوقف كثيرا عند فكره انه راح كسب غير مشروع ولا ما راحش، يدافع ولا ما دفعش، لكن انا توقفت عن ان في موظف عام حصلوا على 4 مليون جنيه مكافاه في سنتين. الدكتوره بتتكلم على تقشف الحكومه، هل يعقل ورئيس الجمهوريه بيقول تبرعوا لمصر بجنيه، وبيقول الفكه سيبوها ودي دعوه انا شايف انها دعوه نبيله وجيده جدا. تجد ان وزير الثقافه الحالي يروح يشتري 4 سيارات، منهم سياره BM موديل 2016، ويدي سيارته المرسيدس لمدير مكتبه. هل ولسه الوزير موجود في مكتب في مكانه لغايه دلوقتي؟ هل ده يليق؟ والدكتوره بتتكلم تقول لك تقشف الحكومه. انا فوجئت الاسبوع الماضي وانا بقرا شويه اوراق كده انه عندنا في مصر 2.3 مليون توك توك، وان في 4 مصانع توك توك. الرقم تقريبا اكبر من كده. 4 مليون. لا والله ده راجل مدير اداره المرور، اللي هو مدير اداره المرور اللي قال كده. وانا يعني خلاص خلينا نقول ده جهه معتمده. يا استاذ صلاح، ما فيش توك توك منهم بيدفع حتى 100 جنيه 1000 جنيه في السنه رسوم. الاقتصاد الموازي، والدكتوره بسنت تقول لحضرتك ان احنا عندنا اقتصاد موازي تقريبا بيساوي اكتر من 50% من اقتصاد الدوله. ما فيش انضباط في كل دول العالم في اقتصاد موازي، لكن في انضباط وازاي تاخد من الاقتصاد ده رسوم. فانت الافكار موجوده كتير جدا، لكن احنا النهارده الغني عايز يزداد غنى على حساب الفقير. فكره الاحتكارات اللي موجوده في السوق المصريه، وبرضه الدكتوره بسنت ارجو انها تشير لده. يعني انت عندك عصابات كده، كل عصابه ماسكه سلعه. القمح عصابه، والرز عصابه، والسكر عصابه، والذره الصفراء عصابه، واللحمه عصابه. يعني لا ده ما فيش دوله تمشي كده. طيب استاذ محمد، هنتقل للدكتوره بسنت وانت معي. اتفضل. عين او قول المشاهدين او اسئله المشاهدين على لسانك وعلى لساني، وانتقل للدكتوره بسنت فهمي وبوصفها نائبه برلمانيه. نعود الى المشكله الاقتصاديه ومشكله الدولار، وكل من هب ودب اللي بيبيع فجل وجرجير في الشارع يقول لك دولار. يعني ايه موضوع الدولار؟ قبل ما اخش على الدولار، انا عايزه اقول احنا دوله مليانه فلوس. صحيح. ومليانه فلوس بتاعت الدوله مش بتاعت الناس. انا عمري ما ابص لفلوس الناس. اللي عاوز يغتني يغتني يا رب، يبقى اغنى واحد في الدنيا ما دام بالقانون وبالحلال. انما احنا واخدين على نفسنا عهد، اول ما هنبتدي الدوره الجايه في موضوعات هنفتحها حضرتك في البرلمان عشان نوري قد ايه عفوا الدوله دي فيها فلوس، لكنها بتروح لفئات بعينها. من اكتر الموضوعات اللي الناس كتير اتكلمت فيها، لكن احنا هنفتحه بجديه بقى اول اكتوبر الجاي، موضوع الصناديق الخاصه. مظبوط. مش هنسيب الموضوع ده. اللي يزعل يزعل واللي يتضايق يتضايق. هتتفتح يعني هتتفتح. ده مال سايب اصلا. يعني لا يصح. ده يعني قول الدكتوره بسنت فهمي وهي نائبه البرلمانيه. احنا قدمنا في الدوره اللي فاتت طلب
فحص للصناديق دي، وللاسف ما طلعش. لا بس المره دي هيطلع، يعني هيطلع، وبقولها بصوت عالي. البلد مليانه فلوس، عدد المستشارين اللي موجود بعربياتهم بسواقينهم، عدد الهيئات العامه، عدد الوزارات، ده امريكا ما فيهاش 34 وزاره. يعني عندك بذخ في الانفاق ينرفز. مش محتاجين لا نستلف من حد ولا ناخد فلوس من حد ولا نرفع ضرائب، بس انت دخل ايرادات الدوله في الدوله. دكتوره، انت حضرتك بتتكلمي عن شق الخبيره الاقتصاديه والمصرفيه وشق نائبه البرلمانيه، يعني بقول لحضرتك احنا خدنا على نفسنا عهد حتى من الدوره اللي فاتت. الدوره اللي فاتت كان ورانا حاجات كتير صحيح، لكن انا هتكلم عن اللجنه الاقتصاديه ولجنه الخطه والموازنه. اشتغلنا جامد قوي على الموضوعات دي، وموضوع القمح اول ما اتفتح في اللجنه عندنا الحقيقه، فتحناه واتعملت لجنه تقاصي حقائق، وديك شايف حضرتك بتشتغل. خلاص هي تشتغل بقى، مالناش دعوه. 18 مليار جنيه سرقه، ارقام عيب، يعني عيب. نمره 2 بقى الصناديق الخاصه، الفساد المتوحش، الفساد المقنن. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، انا بتكلم على الصناديق، كل اللي بيشتغلوا على الصناديق بيشتغلوا بالقانون. انا ما اقدرش اعاقبهم، انما لازم اغير القانون. غير القانون. امال انا ليه بقى هعمل لجنه تقاصي حقائق؟ لان انا عايزه اوري الناس المبلغ قد ايه. لكن عشان اغير واقول الفلوس دي تخش على الموازنه العامه بتاعت الدوله، ما تبقاش كل واحده لوحدها كده بره، لازم اغير القانون وهنغيره. طيب. لان دي فلوس مصر. دي بقى قطاعات حضرتك لما اقعد اتكلم عليها، القمح ده ولا يعني، وبنتكلم في الموضوعات دي بقى لنا 10 سنين. ده صحيح، ومحدش عاوز يسمع. صحيح. لان المره دي بقى احنا اتزنقنا، وعارف الواحد لما يتزنق بقى يدور في ايه؟ دفاتره في كل القديم، حته. دفاتره القديم. استاذ محمد الشافعي، نعم. قبل انتقالي مع حضرتك والحديث عن دور الاعلام مره اخرى، مجلس الشعب، وهذا المجلس هو يعتبر اخطر مجلس في تاريخ الحياه السياسيه، او مجلس النواب، اخطر مجلس في تاريخ الحياه السياسيه المصريه، وقد اقتحم الفساد في موضوع القمح. شايف ازاي دور مجلس النواب في اقتحام الفساد بقوه؟ شوف، هو مجلس النواب له دورين فقط، الرقابه والتشريع. بالظبط. الحقيقه يعني الدور الانعقاد الاول الحقيقه ما نقدرش نحكم على النواب، لانه عندهم مجموعه القرارات الرئاسيه اللي كان يجب يعتمدوها، ودي يعني بالمئات كانت، وفي شويه يعني قرارات او قوانين كان لابد يصدروها، ومنها لجنه تقاصي الحقائق في القمح، ومنها الحقيقه انا متحفظ على فكره تعاطف الدكتور علي عبد العال شخصيا مع الحكومه. ويمكن الدكتوره بسنت تقول لك انه كل شويه دكتور علي هو بيتكلم حلو ده بس لا، انت مش دورك التعاطف مع الحكومه، ده دورك رقابه الحكومه، الرقابه صحيح على الحكومه. وان حضرتك انه زي على راي سيدنا عمر لما قال رحم الله امرا اهدى الي عيوبي. فالحكومه لما حضرتك كرئيس برلمان والساده النواب ال 596 نائب، يعني وده الحقيقه عدد ضخم جدا، انا كنت متحفظ عليه منذ البدايه برضه. وبرضه فكره انه ان يعفى النائب من الضرائب برضه، دي برضه مساله يجب لا طبعا مراجعتها بالتاكيد. طبعا انت عمال تقول الدوله وبتاع، ودكتوره بسنت انا شخصيا معجب جدا بكلامها اللي بتتكلمه دلوقتي يعني. فما اجيش انا اعمل لنفسي استثناء وانا نائب الشعب، انا جزء من هذا الشعب. فانا المجلس الحقيقه ده المفترض انه اقوى مجلس، لكن انت عندك كتل رخوه داخل المجلس، ما عندكش احزاب حقيقيه. انا شايف دلوقتي انه دعم مصر مع اعتقد حماة ولا مصر المستقبل وحماة في طريقهم انهم يعملوا حزب يا دكتوره. اعتقد انه بدليل ان محمد بدران رئيس حزب مستقبل الوطن قدم استقالته لانه معترض على فكره الاندماج في كتله دعم مصر. فيعني لعل وعسى يبقى في عندنا حزب، لكن احنا منذ البدايه يا استاذ صلاح من 1908 ونحن ننشئ الاحزاب بشكل خاطئ. احنا بندور على راس وبعدين ندور لها على جسم. يعني من اول مصطفى كامل ما عمل الحزب الوطني القديم لحد الحزب الجديد اللي معمول ده، انت بتدور على راس. الاحزاب تنشأ من الشارع اولا، مجموعه من البشر تتوافق على مجموعه من الاراء والرؤى والافكار، ثم تكون هيئه تاسيسيه، ثم ينشأ الحزب على بناء على الافكار. لكن احنا بندور على راس. الدكتور ابو الغار لما ساب حزب الدستور مثلا ما بقاش في حزب دستور، خدت بالك؟ هي القضيه كده. انت فده مش طريقه انشاء احزاب. وانا لا اتوقع ان الحزب الجديد هيبقى برضه تركيبه الحزب الوطني، الحزب اللي جاي عشان برضه يتعاطف مع الحكومه. لا ده مش طريقه تركيبه احزاب. الحزب الديمقراطي والجمهوري في امريكا شوف بيعملوا ايه، الحزب المحافظين والعمال في انجلترا، شوف حزب المؤتمر في الهند. لا الاحزاب كده اللي هي عندها
ظهير شعبي حقيقي داخل المجتمع. لكن بدون هذا فانت المجلس النواب انا الحقيقه، لكن خلي بالك ان احنا عندنا مجموعه افراد في ال 596 مجموعه خبراء على مستوى جيد جدا الحقيقه من انا مثلا زعلت جدا انه المستشار سير الصيام ساب المجلس، وكنت اتمنى استمرار هذا الرجل، هذا قيمه قانونيه كنا محتاجين، لكن الحقيقه يعني برضه تم تضييق عليه بشكل او باخر، والراجل يعني اثر السلامه ومشي. لكن مجلس النواب يجب ان يرتفع الى المسؤوليه ويستشعر انه ينتمي الى الشعب والى الشعب فقط. فكره التعاطف مع الحكومه على عيني وراسي التعاطف مع الحكومه، لكن التعاطف مع الحكومه بنقدها وتقديم عيوبها ومساءلتها مساءله يعني مريره. يعني انا زعلت قوي ان وزير التموين لم يستجوب. كان نفسي يا دكتوره ال 11 استجواب يتقدموا عشان نعرف الفساد جاي منين وراح فين. فباستقاله وزير التموين خلاص يعني كافينا على الخبر مجور زي ما بيقولوا. طيب استاذ محمد هنتقل برضه للدكتوره بسنت. والدكتوره بسنت عندنا مشروعات كبرى في مصر من اقصاها الى اقصاها يشهد لها القاصي والداني، مشروعات ضخمه جدا، لكن هذه المشروعات الناتج بتاعها ممكن ياتي مستقبلا، والناس على الجانب الاخر محتاجه حاجه عمليه تشعر بها الان عشان لا هو الناتج جه بس الناس عامله نفسها مش شايفه. وهقول لك ازاي. اتفضلي يا فندم. مش احنا قلنا في تضخم؟ صحيح. وقلنا ان التضخم جه لان في ايدينا الناس في فلوس. يعني ايه المشروعات اللي اتعملت دي اتعملت صدقه من الناس اللي اشتغلت ولا قبضوا؟ قبضوا. بص بقى حضرتك، احنا في الاقتصاد كل حاجه لازم تنسب الى حاجه. انسب انا الزياده في الاجور انسبها كده للزياده في الناتج القومي، ما زادش، يبقى لازم الاسعار ترتفع. فلما تيجي تقول لي عاوزين يشعروا، هم شعروا بس نجوم ينزلوا يشتروا الحاجه لقوها غليت. مش مسؤوليه اللي بيشتري انها غليت حقيقي، بس مسؤوليه الحكومه انها اولا ما راعتش زياده الناتج القومي، ما عملتش على التوازي مشروعات. يعني مثلا الرئيس هو اللي بيعمل كل حاجه. زرعنا 1,000,000 فدان، وهلا هنزرع 1,000,000 كمان في صوب، وبعدين هنطلع اسماك، وبعدين فين الحكومه؟ يعني كل الناس اللي بتشتغل دي حضرتك مش بتقبض فلوس؟ اكيد. مش بتنزل السوق؟ اكيد. هتلاقي ايه؟ مش هتلاقي سلع، فالاسعار هترتفع. طب انت كان المفروض على التوازي يا حكومه، وبكررها يا حكومه، المره دي بقى مش هنسيبها الدوره دي. الدوره الاولانيه كنا ملخومين في حاجات كتير، لكن الدوره الجايه لا، احنا ولا متعاطفين معاهم حاجه ولا حاجه حضرتك. دكتوره احنا متعاطفين مع الدوله، هو احنا خايفين على بلدنا ولا فارقين معايا خالص. انا ولا يفرق معايا زب من يكون ده راي 596 يا دكتور. وانا متاكده يعني حقيقي. يعني انت حضرتك قلت احزاب، انا مش من لا من تجمع ولا من انا معينه. عمري ما شعرت وانا داخله انه في التكتلات دي. ليه؟ لانه محدش هيختلف على مصلحه مصر. ده صحيح. بس في نقطه كلنا ما خدناش بالنا منها بما فيها انا، اللي هي ايه؟ الغالبيه جداد. الغالبيه من اللي موجودين لم يمارسوا العمل. لا دي حقيقه. تلاقيهم اتغيروا خالص بقى في اخر الاداء، اختلف في الاخر. ويمكن دي حاجه كويسه. ليه؟ في الاول ادينا قرينا قوانين وخلصنا، كنت اكد الدوره الجايه هتختلف. ما حدش فينا يدافع عن الحكومه. دافع عنها ليه؟ احنا مالنا بيها. انما انا بدافع عن مصر. لما يبقى في قرار لصالح مصر لازم ادافع عنه، لما يبقى في قرار ضد مصر لازم اقف ضده. واخد بال حضرتك؟ مهما قدمته الحكومه. فانا النهارده الناس بتقول احنا ما شعرناش. ما شعروش بايه؟ مش شايفين المشروعات؟ ولا المشروعات تتعمل ببلاش؟ ولا في ناس اشتغلت وقبضت؟ في ناس اشتغلت وقبضت. ودوا فين الفلوس؟ صرفوها. أكيد. شفت بقى ازاي؟ لكن من الناحيه الثانيه بقى، وده غلط، الحكومه ما تنبهتش انك لما تيجي تقول انا عايز اعمل تنميه مستدامه، ما تسيبش طرف بيشتغل وسايب الطرف الثاني ميت. ليه ما اشتغلتش على الزراعه كويس؟ ليه ما اشتغلتش على صيد الاسماك كويس؟ ليه ما اشتغلتش على التجاره كويس؟ ليه ما اشتغلتش على 200 مليار اللي اتكلمنا عنهم 100,000 مرة قلنا هيتوزعوا على الشباب؟ راحوا فين؟ كل الكلام ده فين؟ مش ان مفيش حاجة اتعملت، لا في ازاي مفيش حاجة اتعملت؟ ده في حاجات مرئية بالعين. صحيح. يعني وبعدين الشغل على البنية التحتية وعلى البنى، الحقيقة شغل العقار والبنى ده حضرتك بيحرك السوق كله. يعني انت لما بتيجي تبني عمارات انت مش بتجيب طوب وزلط واسمنت وبويا، لا، انت بعد كده بتحط بلاط وبتحط سجاد وبتحط شوكه وسكينه وكوبايه ومعلقه وسرير وستاره. انت بتحرك السوق كله. النقطه هنا بقى في بضاعه. لو ما فيش بضاعه الاسعار هتزيد.
وللاسف ما كانش فيه بضاعه. ليه بقى؟ برضو لسبب تاني، اغلب البضايع كنا بنستوردها، ما كانش عندنا دولار فما قدرناش نستورد، ونستوردنا جا غالي عشان ارتفاع سعر الدولار. لكن الخطأ فين؟ انك لم تنتج. ولذلك عاوز تحل مشكله مصر، الانتاج الانتاج الانتاج، قول زي ما انت عايز. طب هاخد من دكتوره بسنت الانتاج 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 وانتقل للاستاذ محمد الشافعي. جزء من ارتفاع الاسعار جزء منه الرقابه وجزء منه جشع التجار. ده صحيح. ازاي نعيد الرقابه مره اخرى؟ انا برقابه قويه. انا هقول لحضرتك واقعه، وانا الحقيقه يعني مش بطالب بتنفيذها دلوقتي. سنه 54 حصل فيضان قوي جدا، فكثير من قرى محافظه قنا تهدمت، والناس الحقيقه يعني تشردت، وفجاه التجار استغلوا هذا الموقف وخزنوا بضايعهم ورفعوا الاسعار. كان لسه الرئيس نجيب هو اللي موجود في الرئاسه ومجلس قياده الثوره. تعرف عملوا ايه؟ جابوا اكبر تاجر في قنا وجلدوه في ميدان المحطه، في ميدان عام، في ولسه بوابه الاهرام. انا بشكر زمايلنا في بوابه الاهرام ان هم نشروا هذه الصوره. انا طبعا ما بطالبش ان انا اجلد التجار في ميدان التحرير، لا اجلدهم، انا لا اجلدهم بالقانون يا دكتوره. الذي يحتكر يا استاذ صلاح يجب ان تصادر بضاعته ويدفع 10 اضعاف قيمتها. لكن انا ما بقاش انا دوله منتجه للرز والرز يوصل عندي 9 جنيه ونص و10 جنيه، ما بقاش عندي السكر مرمي في مخازني والرز السكر يوصل 10 جنيه. انا دوله زراعيه طول عمري بعلم الناس زراعه، وبستورد 80% من الفول اللي هو الوجبه الاساسيه للمصريين، و90% من العدس والزيت. انا بستورد في اجمالي 65% من غذائي. ده كلام ما ينفعش في مصر، كلام عيب. الله ينور عليك يا دكتوره، فعلا عيب. فتخيل يا استاذ صلاح ان احنا لغايه دلوقتي مش عارفين نعمل ايه. انت عارف في الاقتصاد، يعني اعتقد الدكتوره تأيدني، انت لازم توصل الى نقطه التعادل الذهبيه ما بين البشر والحجر. احنا لغايه دلوقتي مشروعاتنا ماشيه في سكه الحجر. انا عايز بقى البشر، اللي هي فكره انه كيف اوفر سلعه للمواطن. اخدت بال حضرتك؟ ممكن الدوله تخش زي ما الرئيس اتكلم في الخطاب الاخير انه خلال شهر شهرين انا هدفع بكميات كبيره جدا من السلع بغض النظر عن سعر الدولار. كان ده يجب على الحكومه، مش الرئيس اللي يقول ده شغل الحكومه. صحيح. شغل وزير التجاره وشغل وزير التموين وشغل وزير الصناعه. يعني في القضيه ان انت يجب ان الحكومه تعمل ده، لكن مستنيين لما الرئيس يحس ان الناس اتخنقت خلاص، مش الناس مش طايقه في الشارع ومش قادره تصرف على اولادها. حتى ادوات يا راجل، ده احنا بنستورد قلم رصاص وكراسه من الصين، ده عيب. يعني دي مساله، دي حاجات الف ب. الربح السريع المستثمرين. لا عاوز اقول لك حاجه ثانيه، معلش اذا كنت خلصت. اتفضل يا دكتور، اتفضل. شركات قطاع العام دي بتعمل ايه؟ مقفوله ليه؟ هم باعوها. ما بتشتغلش ليه؟ لا دكتوره، ده سؤال بيساله الشعب المصري. سالنا الوزير، قلنا له انت قلت له انا عاوز اسالك سؤال. لا احنا استعجلنا لحضرتك اللجنه الاقتصاديه وسالناه السؤال ده مباشر. قلنا له انت عندك عدد من الشركات، انتاجها بيمثل ايه في الناتج القومي الاجمالي دلوقتي؟ ولا حاجه. ما ردش عليا. قال هنرد على حضرتك. قلت له هترد؟ طيب عيب اولا ما يعرفش، هو ما يعرفش. طب الشركات دي مقفوله ليه؟ ايه اللي قافلها؟ ما تشتغل، ولا هنبيعها بعد ما تتهد؟ ودي العمال فين؟ ما بتشغلوهاش ليه؟ لصالح مين؟ لصالح بعض التجار وبعض الشركات القطاع الخاص. بتشغلوها لصالح ناس بيعوها لهم بقى يشيلوا الشيله، يا اما انتوا هتشغلوها علشان تنزلوا اسعار وتعمل توازن في السوق. صحيح. خد قرار، يعني حتى احنا قلنا لهم خدوا قرار، يا انتوا عاوزين تدوها للناس تشغلها قطاع خاص، وانا مش ضد القطاع الخاص، انما دي شركات ملك الدوله. بتعمل ايه؟ ده في حلقه واحده عملتها السيده اسعاد يونس في التلفزيون، اديك شفت باعت الحاجه اللي مرميه في المخازن. صحيح، في شركات القطاع العام قد يكون الجوده مش حلوه، طب ما على قد الفلوس مفيش مانع، لكن على الاقل في حركه في انتاج في مكن بيتحرك، في عمال بتشتغل. صحيح. العامل حتى لو راح المصنع الصبح، انا بحكم اني طول عمري بمول مشروعات، العامل لو راح مصنعه الصبح ولقاه قافل ده يجيله اكتئاب طبعا، حتى لو اديته فلوس. ده صحيح، ده يعيا، ده بياخد اجره بس بياخد الاساسي طبعا يا حتى دكتور. إن خد ده طب انت عارف يعني ايه تفضل قاعد كده حضرتك تعمل ايه؟ المصانع دي ما بتشتغلش ليه؟ يجي الوزير يقول لي بايظه بيعها، يجي الوزير يقول لي ما تنفعش بيعها، لا صلح لكن لا بنبيع ولا بنشغل ولا يا دكتورة انت قلت انا هقول بس جمله اكمل بس كلام دكتور. احنا عبد الناصر عمل 1200 مصنع كبير، يعني اضطروا في ال 40 سنه اللي فاتوا يقعدوا يبيعوا فيه.
الجيش القوات المسلحه مشكوره انقذت الترسانه البحريه في الاسكندريه وشركه سماف اللي بتصنع عربيات القطر. باعوا شركه المراجل البخاريه يا استاذ صلاح اللي بتصنع قلب المفاعل الذري، وحصل حكم محكمه يا دكتور ارجوك في الدوره اللي جايه، حكم محكمه باعاده هذه الشركه ولم تعد. تخيل انت يعني شوف شركات عامله ازاي. احنا كنا بنصنع طياره اسمها كايرو بنصنع الموتور، والهند بتصنع البادي، الكلام ده في الستينات. صحيح. كنا بنصنع السيارات اللي هي الحاجات بتاعت الفيات دي. الجيش دلوقتي رجع تاني يقول لك هنعيد صناعه السيارات. يعني المساله لو المؤسسه دي مش موجوده، يعني احنا فكره انك انت تخلي الجيش يفرض على كل الانشطه اللي في الدوله دي وتشتت لا، هو ده مش جهده. مظبوط. طبعا تشتت جهده بهذا الشكل. فين الحكومه؟ فين وزير التجاره والصناعه؟ فين وزير كذا؟ فين وزير كذا؟ فين يا دكتوره؟ فين الحكومه؟ وحضرتك قلتي احنا قلنا الوزير المصانع مش شغاله، ده مجرد كلام لا 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 لا, لا ده احنا بعتنا جوابات، وانا لسه الاول امبارح كنت بسال، جالنا ردود على كذا اصل في كذا موضوع مش ده بس. اللي جا ردود عليه احنا عندنا اجتماع بيوم الاثنين، اللي جا ردود عليه اهلا وسهلا هنشوف، اللي ما جاش تاكد حضرتك وانا بقولها قدام الشعب المصري، لن نترك مخلوق بيخطئ، مش هنسيب مخلوق هيفسد. البلد ما تستحملش اكتر من كده. المنطقه العربيه كلها راحت، احنا اللي واقفين على رجلينا. صحيح. لا يمكن هنسمح ان احنا كمان نروح في التيار ده، لا يمكن. وده مش هينفع الا بحاجتين. الحمد لله عندنا جيش قوي وده موجود، لكن احنا عاوزين اقتصاد قوي. عندك اقتصاد قوي كل حاجه تبقى قويه، الجيش يبقى قوي والداخليه تبقى قويه والناس تعيش وتستقر والتعليم يبقى كويس والصحه تبقى كويسه، كل حاجه تبقى كويسه يا دكتوره. في قضيه القمح يا دكتوره، لما حد يدفع كفاله 88 مليون جنيه في ايه يا استاذ صلاح؟ يعني يدفع، تخيل انت يدفع، يروح جابهم منين دول 88 مليون جنيه؟ هتديهم للوكيل نيابه عشان يطلع من في قضيه القمح. ظهر لنا ان الفساد مش فرد، لا طبعا ده مؤسسه طبعا، ومؤسسه ضاربه في جذورها في الارض. بس انا عايزه اقول دي حاجه بتعتمد ايه بقى؟ ولها سيطره، بتعتمد اما على ضعف الحكومه او تدليس من الحكومه. يعني اما في فاسد هنا، في فاسد جوه النظام هو اللي بيشجعه. طيب كيفيه مواجهه هذا الفساد المتجذر؟ مجلس النواب القوي واتخاذ قرارات حاسمه. احنا عندنا اجهزه رقابيه محترمه زي الرقابه الاداريه، زي الجهاز المركزي للمحاسبات، عندنا مجلس النواب اللي هو القياده العليا للرقابه في هذا مش واخد الموضوع ببساطه. اخد بالك؟ يعني انا في مجموعه من النواب الحقيقه انا يعني بحب احييهم، الدكتوره بسنت، الدكتور مدحت شريف الحقيقه يعني عدد لا في ناس الحقيقه، لا في ناس قلبها وكيلها على البلد قوي يعني. صحيح. خلي بالك انه برضه مجلس النواب يعني في الانتخابات كان في مال سياسي كتير جدا في الانتخابات، ودي مساله النواب اللي دافعوا طبيعيه جدا، طبيعيه في كل بلاد الدنيا، مش يعني مشكلة. انا يعني خلينا نتكلم حتى على مجموعه الخبراء اللي موجودين في المجلس عنده مجموعه من الخبراء، ونقدر نعمل عشرات لجان تقصي الحقائق زي لجنه تقصي الحقائق بتاعت الامن، نقدر نعمل عشرات لجان تقصي الحقائق. واعتقد انه هتبقى رعب شديد جدا انه لو احنا بس قلنا هنعمل في الرز، هنعمل في السكر، هنعمل في عشان اطمنك القطن والرز والسكر والصناديق الخاصه دول جاهزين. ده كلام دورة الانعقاد القادمه الدكتور يوم 4 اكتوبر تبداوا فيها فعليا، يوم 4 مش حتى يوم 5 نسمع فيها اخبار كويسه ان شاء الله. بص حضرتك معلش انا قطعت. اتفضل يا دكتور. البرلمان مليان ناس محترمه اكيد، ومصر مليانه ناس محترمه، بس هي عايزه ايه؟ الاول كان ناس كتيره ما تصور لها، وانا هقولها بصوت عالي، ان الدوله مش عايزه كده. لا مش صحيح. يعني في ناس كتير كانت بتقول لك الدوله هي اللي بتحمي الفساد، لا مش صحيح. احنا بنقول كده علشان نستمر نفسنا. ممكن يبقى مجموعه افراد جوه الحكومه ولا بتاع، لكن مش الدوله طبعا. والله وده احنا الواحد شاهد ده قدام ربنا. انا اؤكد لحضرتك البرلمان هيقوم بدور كبير قوي، الرقابه الاداريه، موضوع الاراضي ده مش هزار حضرتك، ده مش هزار، واخد بالك؟ والولايه على الاراضي ده مش هزار. في احدهم هيدفع 2.3 مليار جنيه، احدهم خلاص هيدفع المبلغ. خبر من يومين اتمنى انه يبقى صح، ان القوات المسلحه بلغت المهندس محلب انه اذا موضوع معين ما انتهاش هتطلب ملف الولايه على الاراضي بالكامل بتاعت مصر للرئاسه، وانا اتمنى وبقولها وهقول لك ليه. انا كنت انا طول ما انا ماشيه كده شايله هم انا احب بلدي الحقيقه. قول يا رب الارض دي بتاعت مين؟ الله متسابه كده ليه؟ قولوا لي دي بتاعت شركه ما اعرفش ايه. دي مخزن عربيات على النيل،
اروح واحده تانية، ايه ده يا جماعه الارض؟ قال ده مقلب زباله على النيل. لا دي بتاعت الشركه الفلانيه. اقول لهم يعني ايه بتاعت الشركه الفلانيه؟ المهم ابتدينا ندعبس السنه اللي فاتت، لقينا قصه الولايه على الاراضي. قلت لهم ولايه ايه؟ الولايه دي خلصت بين محمد علي. قالوا لا، ده ارض مصر كلها متقسمه، كل مجموعه، كل مجموعه شركات ليها ولايه على مجموعه من الاراضي، هي اللي تقول تتباع ما تتباعش، تستثمر ما قلت لهم ايه؟ يا اثار يا إيه يا جيش الكلام يا الفارغ ده؟ يا زراعه ولايه بالقانون. ما عشان كده بقول لك حاجات عايز تغير بالقوانين. فانا لما سمعت من يومين، وارجو ان يكون القوات المسلحه تتخذ القرار ده حقيقي، انها تسحب كل الولايات اللي على الاراضي دي وتحطها في جهه واحده تبع رئاسه الجمهوريه، عشان نعرف بقى راسنا من رجلينا، تبقى ماشي على النيل حضرتك. اراضي اقدر ابيعها بكره الصبح بمئات المليارات، تتعمل فنادق 10 نجوم ومش عارفه اتصرف فيها، ومعموله مقلب زباله، معموله مطبعه، معموله مخزن للبنك المركزي للورق القديم، في مواقع مميزه جدا. ايه ده؟ ولذلك في موضوعات طويله احنا بس ايه هنخش بيها كلها الدوره الجايه. بس انا فرحت قوي باللي قريته امبارح. انا محتاج كمان اعمل مراجعات في النظام الاسبق. في بعض رجال الاعمال الكبار الحقيقه حصلوا اللي حصل على 20 كيلو متر مربع في حته. يعني انا شفت في العين السخنه حد عنده 16 مليون متر و800 الف متر في حته تانية. خدت بالك؟ ده خدهم بقرار رئاسي، زي ما مدينتي والرحاب اتعملت، وكان الدوله لها 7% فقط من عدد الوحدات السكنيه، ولما اترفع قضيه وصلوا ل 20%. فانت لا، الدوله تهاونت في ال 30 40 سنه في حقوقها كثير جدا لصالح بعض رجال الاعمال. لا انا لازم مراجعات، لازم مراجعات بالقانون. اخدت بال حضرتك؟ هل استثمر بالقانون؟ انا بالقانون طبعا يا دكتور. يعني انا لو بالقانون. هم خدوا حاجه بالقانون مش هنرجع فيها. بالقانون هي طبعا قرار رئيس الجمهوريه، بس قرار رئيس الجمهوريه يلغي قرار رئيس جمهوريه ثاني، يعني مساله ما يعني دكتور بس انت يعني ازاي بالقانون نعمل هذه المراجعات ونحافظ على المستثمرين؟ لا بص حضرتك، اصل انا بكلم حضرتك بقى، موضوع الاستثمار ده مش هزار. انت خدت قرارات بقوانين واخطات تتحمل. معلش، انا في وقت من الاوقات كده كنت انتدبت لفتره صغيره قوي، بضعه شهور، كمستشاره مع الدكتور عاطف عبيد الله يرحمه للخصخصه. كنت منتدبه من المكان اللي كنت فيه، المفروض اقعد معاه فتره طويله بس انا ما كملتش الحقيقه عشان الخصخصه. كان دوري تقييم. كانت بتتم حاجات قدامي غريبه بس بقانون. للاسف لما الدوله تبيع ما تقدرش تيجي بعد 20 سنه تقول اللي اشترى انت اشتريت ازاي؟ بس كانت الدوله اللي بايعه، هو انا اشتريت من بسنت؟ صح. بس في قاعده قانونيه يا دكتوره، ما بني على باطل فهو باطل. لا ده قاعده قانونيه. لا كلام فلسفه دي نقوله مع بعض. لا ده قانون، دي قاعده قانون. انا رحت في امريكا واشتريت ارض، اشتريتها من الحكومه الامريكيه بقانون البلد. جرى ايه؟ ما هو لو في ثغره في القانون. لا ده موضوع ثاني. زي انا عايزه اقول ايه، في بعض الشركات اتباعت ورجعت، زي عمر افندي اتباع ورجع. عملت بيه ايه لما رجع؟ يعني ما هو طبعا ما دي يعني مشكله. انا عايزه اقول يعني عشان برضو ما نلخبطش، احنا عاوزين مستثمرين، عاوزين ناس تدخل، عاوزين ناس تطمن. اذا كنت اخذت قرارات بالقوانين واخطات انت تتحمل خطأك. هات بقى اللي باعوا وحطهم في السجن، لكن ما تروحش تقول للمستثمر ده احنا الحكومه باعت لك وباعت لك غلط. لا انا ما اقبلش هذا الكلام، كست بشتغل في الاستثمار والا عمري ما هشتري عندك حاجه. طب دكتوره ازاي نتلافى شفت بقى ازاي بقى حضرتك القانون السابق اللي هو ده تغير القانون. انت بعت للأسف. ازاي؟ يعني انا زي ما بقول لحضرتك كده، الولايه على الاراضي مثلا، حضرتك بتقول في ناس واخده بال20,000 ما اعرفش كيلومتر، بال20 كيلو يا دكتور، 20 طيب كيلو. معلش انا عاوزه اقول حاجه، مش بدافع عن حد ولا بهاجم حد، بس انا خايفه على بلدي. انا رحت مدينتي اكتر من مره، دي من اجمل المدن اللي صحيح، على عيني وراسي. صحيح. انت بقى وانت بتعمل تفاوض كدوله فسدت. ايوه، مين اللي خد تحت الترابيزه؟ هي دي القضيه. تمسك اللي خد تحت الترابيزه، مش تاخد المستثمر وترجع تقول له تعالى نفاوض تاني. يا دكتوره ده في شركه اتباعت باقل من الفلوس اللي في خزنتها. انا قلت لك ايه حضرتك محمد؟ انا قلت لك ايه؟ قلت لك انا كنت بشتغل معاهم وسبتيهم لان انت ما عجبنيش الحال. لا انا ما اشتغلش كده، لكن اللي انا اقصده، اللي انا عايزه اقوله يعني بصوت عالي، ما دام انت تعاقدت مع دوله، لان خلي بالك كل ما يجي حد يقول لك طب ما بيرجعوا في كلامهم، لما يتغير النظام يجي لي حد تاني. لا، عندك حد فاسد من اللي كانوا قاعدين على الكراسي عاقبه، لكن انت بعت غلط او بعت بفساد، انا مالي كمشتري؟ انا جيت اشتريت بيتك، تيجي تقول لي اصل انا لا، مش في قوانين وفي محامين. طيب دكتوره، الاراضي اللي تحولت من كونها اراضي زراعيه الى منتجعات وغير عاوز رايي بصوت عالي، دول دفعوا من غير ما حد يزعل مني. انا ما اعملش حاجه،
ليه؟ لو فاضيه خدها، لو اتعمرت، انا رايي كده كبسنت، لو اتعمرت اقلب الصفحه كمل فيها. لا انا رايي بقى غير الدكتور، بمعنى ليه؟ انه لان ممكن جدا تيجي تقول لي انت كنت واخده الارض وانت عملتي فيها كذا، طب انا عاوز منك كذا مليون، طب انا ما عنديش، اعمل ايه؟ لا عنده يا دكتور. طب استاذ محمد، بدليل ان في حد هيدفع. انا بقول لك رايي كبسنت. هو قابل هيدفع 2.3 مليار جنيه. اتفضل. هاخد راي حضرتك بس بعد فاصل قصير. ندخل فاصل قصير ثم نستكمل حوارنا مع الدكتوره بسنت واستاذ محمد الشافعي. عودة مرة أخرى إلى هذا الحوار الشيق مع الأستاذ الدكتورة بسنت فهمي، الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني والكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي. أستاذ محمد، قبل الفاصل قضية الأرض يا أستاذ صلاح الحقيقة أنا شايف إنها بسيطة جدا. هناك من وضع يده بلا سند قانوني، وده يعني إذا كان زي ما الدكتورة بتتكلم كده، إذا كان عمر نقول له والله ادفع ثمن الأرض، لكن انا ما هدش مزارع وما هدش بتاع غير. وهناك من وضع واخذ الارض بسند قانوني، يعني اشترى الارض وغير النشاط، يعني هو خدها عشان زراعيه فعملها منتجع سياحي، احاسبه بسعر المنتجع السياحي بالظبط. وده اللي زي ما قلت لحضرتك انه احد رجال الاعمال هيدفع للجنه الاراضي 2.3 مليار جنيه مقابل انه خد ارض زراعيه وحولها الى منتجع سياحي. فهيبقى القضيه اصلها بسيطه يعني. طب ليه ما خدنا الفلوس دي بالجنيه؟ ما خدناش ليه بالدولار؟ لانه هو واخدها بالجنيه برضه، يعني هو واخدها بالجنيه، هو شاري بالجنيه وطبعا ودي عمله البلد. يعني هي القضيه طبعا انت عارف الدولار يحصل امتى يا استاذ صلاح؟ لابد ان يكون عندك منتج قابل للتصدير، منتج قابل للتصدير. وانت خلي بالك احنا من الحقيقه من ايام رئيس السادات واحنا مش عباطين رقبتنا عايزين نبص فوق اللي في البلكونه اللي بعدينا ب10 بلكونات، رغم ان احنا لو بصينا تحتنا هيبقى افضل كتير جدا. انا عندي سوق كبيره جدا في افريقيا، عندي سوق كبيره جدا في الوطن العربي. يعني انا لو مصانع بتاعت الادويه سوقي في افريقيا، حتى مصانع بتاعت السلاح سوقي في افريقيا، مصانع بتاعت يعني انا قابلت راجل فلاح في ندوه من كام اسبوع كده، لقيته بيصدر 28 صنف غذاء الافريقي، يعني خضر وفاكهه، والراجل قالوا له زرع مش عارف كذا فزرع كذا فكذا زرع كذا. فهي القضيه ان انا عيني دايما على مشكلتي في اوروبا والغرب. يعني انا بعد ما حصلت مشكله السياح الروس مثلا، وزير السياحه ما كلفش خاطره انه يروح يشتغل مثلا على السائح الصيني او السائح في امريكا اللاتينيه او السائح في اليابان، يعني ليه يفتح اسواق لكن فضل طول الوقت لغايه دلوقتي مصمم انه يجيب السياح الروس. يعني هي المشكله انه والروس عارف اخر طلب ايه يا دكتوره؟ انهم عايزين صاله في المطار الغردقه ومطار شرم الشيخ، صاله للسياح الروس. يعني فكره انه الامن بقى كويس، احنا راضيين على الامن بس اعمل لنا صاله مخصصه. لكن انت لو رحت للسائح الصيني، لو رحت للسائح في امريكا اللاتينيه، لو رحت للسائح الياباني، لو رحت السائح السنغافوري التايلاندي الماليزي، يعني انت عندك اسواق كتيره جدا تقدر تسوق فيها. لكن الوزير مصمم انه يرجع سياح الروس. دي يعني قضيه السياحه قضيه كبيره جدا ممكن نناقشها في مجال اخر. دكتوره بسنت، التعليم جزء كبير جدا من القاطرة اللي تجر الاقتصاد إلى الأمام، وإحنا عندنا مشاكل كبيرة جدا في التعليم. مجلس النواب إزاي أو دوره في إعادة التعليم المصري إلى سابق عهده اللي ما شفناه زمان، اللي طلع عمالقة مصريين؟ أنا قلت لحضرتك إيه؟ اقتصاد قوي، دولة قوية. التعليم مش ببلاش. عايز تعليم كويس، عايز مدارس كويسة، عايز تعليم كويس، عايز مدرس يعرف يعيش، عايز تعليم كويس، عايز مناخ، عايز كمبيوتر لكل طفل. الورق ده خلاص ولا يقول لك بنطبع الورق، ورق ايه اللي بتطبعه؟ ده موضوع انتهينا منه. انت ما معكش ميزانيه كفايه للصرف على التعليم، وعندك حل من اتنين. حتى احنا لما جينا ناخد النسبه اللي قال عليها الدستور ما قدرناش. ليه؟ لانه الموازنه تلتها رايح اجور، وتلتها رايح دعم، وتلت التالت رايح سداد ديون وفوائد. طب انا اللي فاضل ده 10% اعمل بيهم ايه؟ اصرف على الصحه ولا التعليم ولا الطرق ولا الكباري ولا ايه ولا البحث العلمي ولا ما عندناش فلوس كفايه. لازم نفهم ده دكتوره. طب يعني لازم نشتغل اطلاقا. بص حضرتك، انا ما احلمش توافق مع مواردنا، خلاص خلي القطاع الخاص يشتغل، والقطاع الخاص مش هيعملها لك ببلاش. خلي بالك من دي. يعني اللي انا عايزه اقوله لحضرتك، انت عاوز تنهض بالتعليم، موافقاك، شوف له موارد، مش تقعد نتكلم. مهما نتكلم هنتكلم فيه. هو المدرس ده مش بني ادم؟ صحيح. مش عاوز ياخد اجر برضه هو كمان يفتح بيت؟
لو اجر لازم بعدين بنقول له ما تديش دروس. الطالب ده اللي البنات الصغيرين اللي في الارياف بيمشوا بال5 6 كيلو الصبح بعد ما يلموا الياسمين ولا يلموا الخضار الصبح، ثم يمشوا على رجليهم ويروحوا للمدرسه، بيروح ينام في المدرسه، تتوقع منه ايه؟ انت ما عندكش امكانيات كافيه تصرف على التعليم. مش ان احنا مش عاوزين نعلم الناس، او امسك بقى موازنه وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي واقعد فنطها. ده برضو عندهم صناديق خاصه على فكره. الحلول في التعليم يا دكتوره سهله برضو هتبحثوها في امال ايه عندهم صناديق خاصه دول عاوزين يشوفوا يصرفوها على ايه؟ الحلول في التعليم سهل. هتكلم مع حضرتك على كمان البحث العلمي. التعليم، انا مثلا دوله زي فنلندا هي رقم 1 في التعليم على مستوى العالم. اول 9 سنين بلا امتحان قومي، مفيش امتحان على مستوى الوطن، امتحانات اختبارات داخل الفصل، مفيش امتحان خالص يعني. وبعد 9 سنين بيحصل تغيير مسار، اما تذهب الى التعليم الفني او تدرس 3 سنين وتروح للجامعه. ولما تدرس الجامعه تروح للجامعه فتعمل اختبارات، يعني اختبار لكل كليه، عايز تبقى طبيب، تبقى مهندس، تبقى الكلام ده النظام مهاتير محمد لما جه عمل اول 8 سنين التعليم هو المشروع القومي الماليزي، فعمل نهضه ماليزيا. احدى خبيرات المناهج منذ عده اسابيع كانت بتقول انه منهج سنه رابعه في الرياضيات في مصر هو نفس المنهج المطبق لسنه ثانيه اعدادي في ماليزيا، على اعتبار ان احنا اولادنا عباقرة. فانت بالعكس انت بتعمل ايه؟ بتعقده، انت بتديله حاجه فوق مستوى ادراكه فما بيفهمش. الحاجه الثانيه انت بتصرف مليارات على كتاب الوزاره. انا من عده سنوات وانا بطرح فكره عبقريه، ولادنا كلهم في بيوتنا بيشتروا الكتاب البديل اللي هو الكتاب المطبوع بره، الملخصات اللي هو الكتاب الثاني. انا قلت انه الكتب دي بتطبع بدون ان تدفع حق الملكيه الفكريه لوزاره التربيه والتعليم، فنجيب الناس دي مع وزاره التربيه والتعليم ونطبع كتاب واحد ويبقى الربح بالنص. خدت بال حضرتك؟ يعني هوفر مليارات، خلي بالك مليارات اقدر ابني بيها مدارس. ايام عبد الناصر كنا بنبني مدرسه كل يوم. عبد الناصر يعني ثوره يوليو قامت والاميه في مصر 90%. عبد الناصر مات سنه 70 والاميه 40% وما زالت 40% حتى الان. يعني في مصر. فتخيل انت التعليم. دكتور زويل وانا شخصيا مختلف معاه في حاجات كتير جدا يعني، لكن قال عندما ذهبت الى امريكا وجدت ان التعليم الذي تركته في مصر لا يقل اطلاقا عن التعليم الذي وجدته في امريكا. والتعليم بتاع الخمسينات والستينات هو اللي طلع الدكتوره بسنت فهمي، وهو اللي طلع لا معلش انا هرد، وهو اللي طلع زويل وطلع النشائي وطلع زوني فراج وطلع مجدي يعقوب وغيرهم. خدت بالك؟ ده التعليم. نسمع من الدكتور. طبعا جمال عبد الناصر لما استلم البلد، خلينا بس نتكلم بالحق. انا مش ضد، انا بقول معلومه يا دكتور والله مش وجهه نظر، انا بقول معلومه. انا ما اتعلمتش في الخمسينات حضرتك ولا الستينات، انا اصغر من كده. اي سبعينات يا دكتور. لا معلش، البلد كانت غنيه لازم نعترف. عبد الناصر استلم البلد وهو رجل مصري زينا كلنا، كان الجنيه الذهب ب96 قرش. كان مصر غنيه ومدينه انجلترا وعندنا زراعه وبنصدر للكره الارضيه الاكل والشرب وعندنا القطن، كنا عظمه على عظمه. واخد بالك؟ بالتدريج اتجرجرنا في 600 حرب، خسرنا فلوس كتير قوي. لا انا اتعلمت في مدارس في مصر صحيح، وهقول لك على واقع عشان اقول لك قد ايه جامعه القاهره دي عظيمه. انا وكنت متفوقه بس مدارس اجنبيه، انا كنت في مدارس اجنبيه. قد ايه مصر دي كانت هايله. رحت انا لما كنت متفوقه فبتخش الجامعه ببلاش وتاخد مكافاه، كان من حقنا نروح الجامعه الامريكيه ببلاش وناخد مكافاه، وفضلنا جامعه القاهره. ده صحيح، لان كان التعليم على اعلى مستوى. كانت الاهم. كان دفعتنا كام؟ 25 واحد. العدد قليل. انا رحت اديت محاضرتين في جامعه القاهره، قلت يا ايه العدد الكبير ده رغم ان عدد الجامعات تضخم وبقى اكبر كتير جدا من الاول. بقى بدرس هنا في جامعات خاصه، لما يبقى المدرج فيه 30 واحد ده يبقى زحمه. انت دخلت في الجامعات والمدارس اعداد لا يمكن دول يقدروا يتعلموا، لان التعليم عايز مناقشه. صحيح. ولو مساله حفظ في بيتك وتحفظ، انت عاوز تناقش الدكتور ويناقشك ويشرح لك ويشرح له وتقوم وتعمل عرضه، دي عايزه عدد قليل وعايزه فلوس. بكرر تاني، عايزه فلوس. فيا اما نطلق التعليم الخاص، يا اما نطلب من رجال الاعمال يتبرعوا يبنوا مدارس خاصه، بس ندينهم بدلها حاجه. قد نديهم بدلها ارض مثلا، قد نديهم بدلها اي ميزه. هم بدأوا يعني في 200 مدرسه دلوقتي بيعملوهم بالبي او تي. في امريكا مثلا حضرتك في حاجه اسمها النجمه الذهبيه.
انت رجل اعمال، عملت كويسه قوي، خدمت الولايات المتحده الامريكيه، يجيبك رئيس الدوله في حفله عظيمه ويديك حاجه اسمها النجمه الذهبيه، زي مثلا تيجي تقول هنا قلاده النيل، قلاده ما اعرفش ايه، وبيبقى لها بقى بيبقى لها اهميه في البروتوكول، يعني بيبقى بيسافر مع رئيس الجمهوريه. احنا لازم نفكر. زمان كان عندنا البشويه والبهويه، دول اتلغوا. طب تعالى انت النهارده قول والله رجل الاعمال اللي هيعمل كذا هديله قلاده النيل، رجل الاعمال اللي هيعمل الشيء الفلاني هعمل له كذا. فكره جيده الحقيقه. ليه؟ لما بتغتني قوي ما بيهمكش الفلوس، انت معاك فلوس بس انت عايز وضع اجتماعي، البرستيج المعنوي. رئيس الجمهوريه مسافر تسافر معاه، العزومات الرسميه تبقى موجود دايما في الترابيزه وفي العزايم في قصر عابدين الى اخره. لازم نفهم انه انا عايزه ابني البلد، لازم ولادها يبنوها. ده صحيح. ولادها لو بنوها، الاغنياء اللي يقدروا يبنوا البسطاء مهما ابنه هيشاركك، لكن مش هيقدر يعمل اللي يعمله الثري. عاوز 1000 مدرسة. طب افترض انا جيت بكرة الصبح وربنا مثلا يسرها عليا قلت لك انا هبني ال1000 مدرسة، هتعمل لي ايه؟ هتقول لي هسقف لك؟ لا طبعا لازم ياخد حاجة مهمة. صحيح. طيب دكتورة، يعني هو مشكلة التعليم بس في بنى المدارس دلوقتي، ولا فكرة انه مثلا التعليم الفني ما انت جاي بقى لا ما انت جاي بقى بعد كده ما ده كلام نظري حضرتك، يقول لك اربط التعليم بسوق العمل وكلام الانشاء ده طول النهار. انت مش هتعلم واحد غصب عنه. انا عاوزه اطلع ابني طبيب وابني عايز يطلع طبيب وعندي الامكانيات، هتقولي لا انا عايزه اعمل، هطلعه بره. يعني خلينا منطقيين. ازاي نغير الفكر؟ تغير الفكر ازاي؟ في انك تحترم العامل، انك تديله احنا بنتكلم كتير قوي على العداله الاجتماعيه، ونفسي حد يعرفها. يعني ايه عداله اجتماعيه؟ يعني الناس كلها تبقى زي بعضها؟ لا يمكن. لا ما حدش قال كده. شوف بقى، يبقى انت عايز تيجي تقول للعامل زي ما احنا بنشوفهم بره، الحياه الكريمه، اضمن العامل بره تقول له يا استاذ زي ما بتقول له استاذ الجامعه يا استاذ. طب دكتوره، تغيير الفكر يا استاذ. انا تغيير الفكر. احنا شفنا الازمه السوريه وقدوم اعداد كبيره جدا الشباب السوري في مصر، وشفناهم ازاي بيشتغلوا بسيمفونيه غريبه. اقول لحضرتك كلمه بسرعه قبل ما تقول، لان السينما والاعلام تعمدوا عامدين متعمدين يستهزئوا بالطبقات البسيطه. فيلم مش عايز اكرر بقى، فيلم البيه البواب وفيلم ما اعرفش، يعني انت عارف. احنا اللي عملنا كده. بص كمان منهم ليه؟ بص كمان يا دكتور. طب ازاي نغير؟ ده سؤال. بص كمان يا استاذ صلاح، احنا مش هنخترع العجله. يعني في مجموعه من المواد العلميه لابد ان تدرس هنا، زي الامريكا، زي روسيا، زي انت فاكر حضرتك لما ريجن عمل التقرير بتاع الامه في خطر، لما بعض الاولاد عنده مش عارف جابوا درجات قليله في مسابقه عالميه في الفيزياء او الكيمياء، عمل تقرير 5 سنين وعمل تقرير 50 سنه، يعني الخطه. يعني وانا رئيس تحرير مجله الهلال عملت عدد خاص اسمه التعليم امه في خطر، وعملت كان في وصفات لكل حلول التعليم. فانت عندك الماس والساينس اللي هو الرياضيات والعلوم والحاجات دي كلها، لابد ان تاخذ المناهج التي تدرس في امريكا وفي روسيا وفي المانيا. ما فيش حاجه. لازم تهتم بتاريخك وجغرافيتك ولغتك. امريكا لازم يدرسوا اللغه الامريكيه، اللغه الانجليزيه باللهجه الامريكيه والتاريخ الامريكي، ده لكل الطلبه. احنا عندنا كمان كارثه يا دكتوره، اكيد انت ملاحظاها، عندنا 200 نوع من التعليم. صحيح. عندك التعليم الحكومي، وبعدين التجريبي 3 انواع، وبعدين الخاص 500 درجه من الخاص، وبعدين التعليم الدولي، وبعدين التعليم الديني بتاع الازهر. التعليم الدولي كمان بيدرس لاولادنا المنظومه السلوكيه لكل دوله. يعني يعني القيم الخلقيه اللي احنا خدناها. يعني ممكن يحتفل بالهالوين مثلا وما يحتفلش بعيد الاضحى، لان هو دي المدرسه الامريكيه، ده نظامها كده. فانت لازم قالك انت سيطره على ده، انه برضه لغتك وتاريخك. يعني لازم تصمم ان اللغه العربيه في المدارس الدوليه هي اللغه رقم 3 مثلا. لا، لازم انا اللغه الهويه، اللغه والتاريخ دول اللي بيعملوا هويتك. انت جيت في وقت من الاوقات لغيت الجغرافيا في الثانويه العامه، لغيت الجغرافيا. تخيل الجغرافيا دي اللي هي التاريخ الصامت، اللي هي انت الجغرافيا 500,000 نوع، الجغرافيا صحيح. البشريه والجغرافيا الطبيعيه والجغرافيا السياسيه. لكن انت عملت دلوقتي منهج اسمه الدراسات الاجتماعيه، سمك لبن تمر هندي، اخدت بالك؟ فهي اصلاح التعليم ما هو صعب، لكن احنا بدل ما نعمل خطه طويله الاجل زي ما عمل الرئيس ريجن في امريكا، احنا بنيجي كل وزير بيغير على كيفه، كل وزير بيغير على كيفه. دي محتاجين افكار وقرار وخطه. ده صحيح، ده صحيح. لكن فكره ان انت تقعد مستني ان الوزير ده يلغي سنه 5 سنه 6 والوزير الثاني يرجعها، الوزير يجي يعمل الثانويه العامه على 2 سنتين، يجي الوزير اللي بعديه يرجعها. ده كلام تهريج طبعا. ده كلام ما ينفعش. استاذ محمد، عشان للاسف الوقت بيداهمنا دكتوره، في عجاله، احنا قدامنا تقريبا دقيقه ونص. دكتوره بسنت، رؤيتك اقتصاديه
للقادم للاقتصاد المصري؟ طبعا اقتصاد هيبقى مبهر، بس بشرط كله يشتغل. اللي بيشتغل ساعتين يشتغل 4، اللي بيشتغل 4 يشتغل 8، اللي بيشتغل وهكذا. احنا مش هنشذ عن العالم، الدنيا كلها كده. الناس كلها في العالم بتقوم من الفجر، انا بتكلم بصراحه، في امريكا بيقوموا الفجر يخشوا بيوتهم على الساعه 6، محلات تقفل، ويناموا ننام بدري عشان يصحى ونقوم بدري. بدري. احنا هنا حضرتك البلد بتبقى منوره لغايه الفجر، 24 الناس ساعة. قاعده على القهاوي لغايه الفجر، في المطاعم لغايه. طب بيشتغلوا امتى؟ قول لي حضرتك. ما ينفعش. احنا ما بنشتغلش كما يجب. يعني انا عاوزه اذكر لما ذكرت امه في خطر، انا كنت مره في الولايات المتحده الامريكيه وسمعت الرئيس الامريكي بيتكلم خطبه هزتني الحقيقه، لان يومها حسيت بمهانه. بيقول انا بنبئكم بنهايه الولايات المتحده الامريكيه. قالوا له ازاي؟ قال لهم الياباني بيشتغل 8 ساعات صافي في اليوم، صافي. احنا بنشتغل 6:30. يبقى في خلال كذا سنه هم هيتفوقوا علينا، يبقى احنا انتهينا. حطهم امام انا بقى رحت مسؤولياتهم. داخله مدعبسه مطلعه التقرير على البنك الدولي. تعرف حضرتك طلع المصري بيشتغل كام؟ كارثة. 17 دقيقه. بس مش كل المصريين، يعني المصري اللي في لا، ما هو المصنع بص بيشتغل حضرتك، 8 ساعات. لا، في العموم المتوسط. طبعا المتوسط يعني صح. طب- بيجيبوها ازاي؟ بيجيبوا الناتج القومي الاجمالي وعدد الساعات وعلى عدد السكان صحيح ويرسموها. صحيح. اللي ينطبق عليك ينطبق عليك. ده صحيح يا دكتورة. 17 دقيقه. صحيح يا دكتور. ممكن حضرتك تكون بتشتغل 20 ساعه في النهار، بس في 1000 نايم لغايه الفجر قاعد بيشرب شيشه على القهوه. طب ده صحيح. صح. استاذ محمد برضه في عجالة، امنياتك للقادم ان شاء الله. شوف احنا امه عظيمه جدا، وده والله ما عنصريه ولا شيفونيه ولا حاجه خالص، لكن في الاخر الوصفه اصلها ما فيش، ما بنخترعش العجله زي ما قلت لحضرتك. يعني الناس يجب ان تعمل. الرئيس مش هيشتغل لوحده، وتحميل الرئيس بكل هذه الاعباء ظلم للرئيس وظلم لينا احنا كمان. يعني في الاخر الرئيس مش مطلوب منه يفهم في كل الملفات، ده صحيح. فهو بيجيب مستشارين ويجيب وزراء عشان يساعدوه في الملفات. ده صحيح. فالحقيقه الوزراء والمستشارين طلعوا عبء على الرئيس، يعني قاعدين فوق كتف الرئيس هم كمان. فدي مساله لا صعبه جدا يعني. فاحنا محتاجين انه الناس، الكلمه اللي بقت يعني دارجه نفكر بره الصندوق. في افكار كتير جدا احنا طرحنا، انا والدكتور النهارده طرحنا مثلا يجي 10 افكار بره الصندوق. يا رب بس حد يكون بيسمعنا. الدكتور اكيد هناك كمان يسمعها غصب عنه، لانها في البرلمان، لانها في البرلمان اسمعوا بس ان ما شاء الله بيردوش. في القريب العاجل نسمع اخبار كويسه جدا ان شاء الله رب العالمين. البرلمان. انا عاوز اسال سؤال، احنا ليه بنقعد سهرانين لغايه الفجر؟ ده سؤال كل يسأل دول الشعب المصري العالم كله. المحلات بتقفل بدري، اشمعنى احنا؟ اغنى الاقتصاديات المحلات لها مواعيد، طب ليه محتاجين مصر لا؟ قرارات يا ده دكتور. صحيح. ده مش توفير في توفر الكهرباء الطاقة طبعا، توفر وطاقة، الطاقة والناس طبعاً. تروح قرارات بيوتها دكتورة بدري بسنت. وامن، ده صحيح. والبنات تروح بدري وما يحصلش ده صحيح. جرائم. في ايه يا جماعه؟ الموضوع مش بالصعوبه دي. ده صحيح يا دكتور. ده نتمنى صحيح. يكون في قرارات قريبه ان شاء الله. دكتور شاء بسنت، الله. دكتور بسنت نورتينا وشرفتينا. الله يخليك يا فندم. استاذ محمد نورتينا وشرفتينا. شكرا الصراحه. شكرا مشاهدينا جزيلا. الكرام، في نهايه حلقتنا شكر موصول لمشاهدينا الكرام، وهذه تحيه فريق عمل البرنامج العاصمه والناس، وتحياتي صلاح عبد الله. في امان الله.